الفيلم بيحكي عن بنت صغيرة اسمها رايلي بتحب تلعب هوكي الجليد بمساعدة المشاعر الأساسية اللي جواها زي الفرح والحزن والخوف والغضب والاشمئزاز. رايلي بتقدر تتحكم في كل حاجة جواها. بتبدأ المباراة وبمساعدة الغضب رايلي بتقدر تسيطر على القرص وتعدي بيه كل لاعيبة الفريق التاني، وبوجود المشاعر دي كلها جواها رايلي بتقدر تكثف رغبتها في الفوز وتعدي بمهارة كل لاعيبة الفريق التاني وبتسدد في المرمى وتجيب جون. وبعد شوية رايلي بتحاول تكعب اللعيبة في الفريق المنافس، لكن للأسف بتعمل فاول كبير وبتضطر تقعد شوية بره لحد ما الوقت يعدي. وهي قاعدة مشاعر الفرح بتفكر في رايلي اللي كبرت وبقت بنت عندها 13 سنة، وبقت بنت حبوبة وبتحب الدراسة، وكمان بقت صديقة وفية لصاحبتها الجديدة بري. بعد شوية رايلي بترجع تاني للماتش والنتيجة كانت تعادل. رايلي بتعدي بسرعة وبتقرب ناحية الجون، لكن واحد من الفريق التاني بيمنعها في اللحظة الأخيرة. بس رايلي بمهاراتها وبوجود المشاعر دي جواها بتعدي القرص لزميلتها اللي جابت بونت الفوز. وبفضل التعاون والأداء الرائع ده لفتت رايلي وأصحابها انتباه مدربة هوكي محترفة وعزمتهم على معسكر هوكي هيتدربوا فيه مع فرق تانية محترفة. وبعدين رايلي وأهلها احتفلوا بالفوز، لكن رايلي كانت حاسة بعدم ثقة بسبب اللي حصل لها لما وقعت. علشان كده الفرح قررت تستخدم أحدث اختراعاتها اللي هو جهاز يقدر يشيل الذكريات الغير مرغوب فيها ويطيرها لأبعد مكان في عقل رايلي. فبالطريقة دي رايلي هتقدر تركز بس على الماتش والذكريات الحلوة، وكمان هتعرف تبعد الأفكار الغلط عن دماغها. وبعد كده الفرح أخدت شخصية الحزن لمكان جديد اسمه نظام القناعات، ولما راحوا هناك لقوا نافورة ضخمة معمولة من خيوط ضوء بتشكل اللي هم سموه حس الذات، أو بمعنى تاني الجوهر بتاع شخصية رايلي. وأخيرا الشخصيات دي كلها راحت تنام بعد يوم طويل وشاق، لكن فجأة صحيوا كلهم على صوت إنذار جديد في لوحة التحكم، والإنذار ده كان اسمه البلوغ، والحاجة دي خوفتهم. فالفرح رمت الإنذار ده في الجهاز اللي بيمتص الذكريات، لكن بعد دقايق بس ظهر كام مشغل ودخلوا يكسروا أوضة التحكم كلها، وقالوا إنهم عاوزين يكبروا المكان علشان يساع لمشاعر جديدة، وكمان عاوزين يغيروا في غرفة القيادة. لكن قبل ما يخلصوا جرس وقت الأكل رن، فسابوا الأوضة في حالة فوضى. وبعد شوية مامة رايلي صحتها علشان يروحوا يخيموا، بس لاحظت إن بنتها مختلفة، بقى صبرها قليل جدا وبتنزعج من أقل حاجة. ماما فهمت إن بنتها بتمر بمرحلة تغيير، مرحلة البلوغ المرعبة. مشاعر رايلي حاولت تتعامل مع الموقف، لكنهم اكتشفوا إن الأزرار على لوحة التحكم بقت حساسة أكتر، وده بيخلي ردود أفعال رايلي قوية. وبعد شوية رايلي كانت بتتكلم مع أصحابها بري وجريس عن فرصة إنهم يتدربوا مع مدرب محترف، لكن صحابها قالوا لها إنهم هيغيروا مدرستهم وإن ده هيبقى آخر ويك إند يقضوه سوا. رايلي زعلت، لكن قبل ما تفكر أكتر كل الناس وصلوا للمعسكر. أصحاب رايلي كانوا مستنيينها، لكنها خبطت في بنت في ثانوي اسمها فالنتينا كابتن فريق هوكي الجليد. رايلي كانت متحمسة إنها تقابلها، وكل المشاعر حاولت تتعامل مع الموقف، لكن أي حاجة عملوها خلت البنت تتصرف بشكل غريب. في اللحظة دي اللوحة اللي بتتحكم في المشاعر كلها بقت برتقالي، وظهر إحساس جديد وهو القلق. وعلى الرغم من إن القلق كان هستيري وشكاك جدا، إلا إنه موجود علشان يساعد رايلي في المرحلة الجديدة دي من حياتها. ومعاه ظهر 3 مشاعر جديدة كمان، الغيرة على شكل بنت صغيرة، والخجل على شكل راجل قوي بس خجول جدا، والمراهقة المتمردة اللي بتتحكم في كل حاجة بالتليفون بتاعها. وعلى الرغم من ان المشاعر الجديدة دي ودية ومش مؤذية، الا ان الفرح والقلق اختلفوا على طريقة مساعدة رايلي. واحد فيهم بيفكر في الوقت الحالي، والتاني قلقان على المستقبل وبيحط سيناريوهات لكل حاجة ممكن تكون صح أو غلط. وفي الوقت اللي بيحاولوا يوصلوا فيه لاتفاق، رايلي راحت على غرفة خلع الملابس للبنات، وهناك قابلت بري وجريس، وبعدها بثواني جه المدرب علشان يبدأ تدريب شاق. القلق والخجل حاولوا يخلوا رايلي تتصرف بحذر، لكن الفرح عايزة البنت تستمتع بوقتها مع أصحابها في الويك إند الأخير قبل ما يسافروا. للأسف المدرب ما كانش موافق على أسلوب البنت المرح وغير الناضج، وأجبرها هي والباقيين على التدريب الشاق أثناء التمرين في الملعب. بعد كده البنات الكبار بيتكلموا عن رايلي بطريقة وحشة وشايفينها بتاعت مشاكل. القلق بياخد رايلي على جنب وبيخليها تعتذر لفالنتينا، واللي بدورها بتساعدها تتصالح مع باقي الفريق. بعد شوية المدرب بيبدأ جلسة تدريب تانية، بس المرة دي بيقسم الفريق لمجموعتين. بري وجريس بيروحوا في ناحية، ورايلي محتارة تروح معاهم ولا تروح مع فالنتينا. الفرح عايزة رايلي تفضل وفية لأصحابها، فبتختار تنضم لفريقهم، لكن القلق من غير تفكير بيخلي رايلي تنسى نفسها وبيحطها في موقف محرج علشان عاوز الأفضل لمستقبلها. وكمان بيقول إن المشاعر الأساسية مش قادرة تحقق رغبات رايلي، وبيطلب من الخجل إنه يبعد عنهم كلهم ويسيب له الحرية يعمل اللي هو عايزه. القلق بيحط واحدة من ذكرياته في مركز الاعتقادات
علشان من اليوم ده يبقى هو المشاعر الأساسية لرايلي. في الوقت ده المشاعر الأساسية التانية بتتحط جوه برطمان وبتتاخد لخزنة أسرار رايلي. هناك في الضلمة بيقابلوا شخصيتين البنت معجبة بيهم في السر، الكلب بلاف وشنطة الوسط السحرية بتاعته، ولاعب الفيديو جيم لانس المحارب. كمان أسوأ سر عند البنت مستخبي جوه الخزنة على شكل وحش ضخم لابس زعبوط. السر المظلم ده بيقدر يطلع المشاعر من البرطمان، وبعدين بلاف بيطلع الديناميت من شنطة وسطه وبيفجر الخزنة وبيحررهم كلهم. لكن السر المظلم قرر انه لسه مش وقته علشان يظهر. في اللحظة دي حراس البنك او حراس العقل حسوا بمحاولة الهروب دي وطلعوا علشان يمسكوا الجميع. المحارب لانس قرر انه يحميهم مقابل انه يخرج بره، واستخدم تقنية الدحرجة بتاعته، لكن الحراس قدروا يتفادوه بسهولة. ولحسن الحظ لانس قدر يطير بطيخة وطرطشت على كل الحراس، وهو بيحاول يتفاداها خبط في واحدة من الخزن وفتحت. زمايله بيحاولوا يساعدوه لكنهم وقعوا في مشكلة أكبر واتقفل عليهم في الخزنة. بعدين الفرح والمشاعر الأساسية هربوا، لكن شرطة عقل رايلي فضلت تطاردهم. المجموعة بعد كده راحت لأبعد مكان في عقل رايلي علشان محتاجين يستعيدوا إحساس البنت بنفسها ويرجعوه للغرفة الرئيسية. وتاني يوم الصبح القلق كان مسيطر على عقل رايلي وخلاها تصحى بدري علشان تتمرن. فالنتينا وصلت بعدها بشوية، والغيرة ساعدت البنت تتفاعل مع الناس عن طريق سؤالها عن حياتها. بعد شوية الفريق كله وصل بما فيهم بري وجريس، لكن رايلي ما أعطتهمش اهتمام كبير. وفي نفس الوقت الفرح وأصحابها وصلوا لنهر الوعي اللي ممكن يوديهم لمكانهم، لكن الحزن فكرهم إنهم ممكن ياخدوا إحساس رايلي بنفسها بس لو في حد مسؤول يقدر يسحبها من خلال المصاصة. فالفرحة قالت للحزن يروح هناك من خلال أنبوبة والباقيين يروحوا من طريق تاني. بعد شوية القلق سيطر تماما على حياة رايلي وخلق ذكريات مختلفة اتحولت لنظام المعتقدات، وده خلق إحساس جديد بالذات متسيطر عليه بالمشاعر الجديدة جوه عقل البنت. وعلى الرغم من كده رايلي اشتغلت كويس جدا في الرياضة بتاعتها وعملت أصحاب جداد مع فالنتينا وزمايلها، واخر اليوم قضوا كلهم وقت مع بعض. وبعدين واحده من البنات سالت رايلي عن نوع الموسيقى اللي بتحبها، لكن لا القلق ولا الحسد عرفوا الاجابه لانهم كانوا في عقلها من فتره قصيره، فقرروا يفعلوا النفق علشان يجمعوا ذكريات قديمه. في الوقت ده الكآبه بتطلع وبتتحبس في غرفه التحكم مع الذكريات، لكن الباقيين بيغطوا عليها ومحدش من المشاعر الجديده خد باله منها. وبعد بحث طويل في ذكرياتهم القلق والحسد لقوا فرقه موسيقيه رايلي كانت بتحبها من طفولتها، لكن البنات الأكبر في السن شافوا إن الفرقة دي طفولية قوي. والأول مرة في حياتها رايلي ردت بسخرية. الإحساس الجديد ده عمل فوضى في عالم العقل، وبالصدفة الفرح وأصحابها كانوا هيعدوا البحيرة لكنهم قابلوا فوهة ضخمة قدامهم واضطروا إنهم يرجعوا للأرض الجافة قبل ما يقعوا من فوق منحدر ضخم. المشاعر الأساسية حاولت تطلب مساعدة 2 من المشغلين على الجنب التاني من الفوهة علشان يسحبوهم بالونش اللي معاهم، لكن للأسف ال2 رفضوا إنهم يساعدوا. وكأن ده ما كانش كفاية، بري وجريس سمعوا الكلام ده بره العالم وقالوا ان رايلي دايما كانت بتحب الفرقة اللي بتتريق عليها، وعلشان تحافظ على صورتها قدام البنات في الفريق رايلي استمرت في تمثيل السخرية واللي عملت حفر اكتر في عالمها النفسي. وبعد ما سابوا رايلي لوحدها جوه عقلها المشاعر الأساسية فضلت تدور على طريقة تحافظ بيها على إحساس البنت بذاتها لحد ما وصلوا لذكريات طويلة المدى. بس المكان طلع متاهة كبيرة جدا. جربت تستخدم الأسانسير علشان تحدد مكانها وتلاقي الطريق الصح، بس المشكلة انها معرفتش تتحكم في الاسانسير، وده خلى الاشمئزاز والغضب والخوف يشتكوا ويتذمروا من كل حاجة حصلت ويحملوا الفرح المسؤولية. بس لما سمعت اتهامات اصحابها الفرح فقدت اعصابها وطلعت كل الاحباط اللي جواها وقالت انها مش قادرة تساعد رايلي حاليا. وبعدها بوقت قصير الفرح انهارت في البعد لانها حست انها ممكن تكون خسرت وظيفتها المهمة للقلق. لما عرفوا ان اقوى مشاعر عند رايلي بتنهار قرروا انهم يدعموها. بعدها الغضب أخذ مكنسة الذكريات من 2 من العمال اللي كانوا قريبين وفعل خاصية العكس. بفضل الحركة دي المشاعر اتمسكت بالمكنسة واللي طيرتهم لفوق متاهة العقل الكبيرة. دلوقتي بقى عندهم رؤية أحسن لمكان ورا العقل. الفرح وأصحابها مشوا ورا المسار علشان يستعيدوا إحساس رايلي بالاستقرار، وفي نفس الوقت في غرفة التحكم القلق والحسد بيستعدوا للمباراة الكبيرة اللي هتحصل تاني يوم. ولو كل حاجة مشت كويس رايلي في النهاية هتنضم للفريق المحترف. وقت ما الاتنين بيشتغلوا على لوحة التحكم الخجل لاحظ وجود غريب في الأوضة، وبعد بحث لقى الحزن اللي بتدور في كتيبات عقل البنت علشان تعرف تعمل ايه. لما اكتشفت انها اتكشفت طلبت من الخجل انه ما يفضحش سرها لان ده هيحصل. الراجل الطيب مش بس سابها في سرية، لا ده كمان جاب كتيبات زيادة علشان يساعدها ويخبيها. الفرحة اكتشفت أرض الخيال، المكان اللي بتتكون فيه كل الأفكار الإبداعية بتاعت رايلي، لكن كل حاجة مختلفة.
بما فيهم حصن المخدات اللي بقى برتقالي زيادة عن العادي. بالبحث أكتر في المكان، المجموعة اكتشفت إن القلق بيستخدم مكان الخيال علشان يخلق سيناريوهات تشاؤمية في عقل رايلي. هدفهم إنهم يخلوا البنت تقلق أكتر وأكتر عن اللي ممكن يحصل علشان تركز في الماتش، لكن ده خلاها أكتر توتر وعصبية وما بقتش عارفة تنام. وعلشان توقف اللي بيحصل ده، الفرح استغلت إن واحد من العمال ساب مكتبه ورسمت كام صورة مليانة صور إيجابية. اشمئزاز وغضب وخوف عملوا زيها، وده خلى رايلي تبص لبكره والنهارده بطريقه احسن. لكن الخوف اكتشف بسرعه ان في حاجه غلط، وحس ان الفرح ورا الموضوع ده، فامر شرطه العقل انهم يقبضوا على المتسللين. لكن الفرح ما كانتش خايفه، وقدرت تقنع كل المشاعر التانيه ان الافكار السلبيه بتاثر على رايلي وبس، وان البنت محتاجه تبقى متفائله علشان تحقق احلامها ومن غير ما تحس بالذنب. المشاعر اقتنعت بكلام الفرح، وقرروا يخلقوا مشاريع متفائلة للمستقبل، وقلبوا المكان فوقاني تحتاني والخوف اتجنن. لكن رايلي أخيرا عرفت تنام في سلام. لكن شرطة العقل وصلوا، والفرح اضطرت تهرب مع أصحابها. ولما وصلوا لمكان عرض مهن المستقبل، شافوا بالونات كتير بتبين المهن اللي رايلي نفسها تشتغل فيها، وقرروا انهم يمسكوا في قاضي المحكمة العليا، وقدروا يهربوا في الهواء. اما الخوف فكانت يأسة لانها مقتنعة ان من غير المشاريع السلبية رايلي مش هتحاول تكسب الماتش. وبعدين هي وحسد افتكروا نوتة كابتن الفريق اللي كانت مقفولة في مكتبه، وعلى الرغم من انها عارفة ان ده غلط، الا ان مشاعرها غلبتها وخلت رايلي تروح هناك علشان تعرف ايه اللي لازم تعمله علشان ترضي الكابتن. الحزن مش مصدقة اللي بيحصل، وحاولت توقف المشاعر الجديدة عن تنفيذ الخطة. وهي بتفكر تعمل ايه، اكتشفت ان المراهقة نامت، وقعت موبايلها. حزن مسكته واستعملت تطبيق علشان تتحكم في اللوحة وتخلي رايلي تحس بالذنب. لكن خوف اكتشفت بسرعة اللي حصل، ولقت حزن مستخبية تحت اللحاف. خدت الموبايل ورجعت حزن متعلقة في دلو، وخلت رايلي تمشي مع خطتها. رايلي بصت في النوتة واكتشفت ان الكابتن لسه شايفاها مش جاهزة للعب بشكل احترافي. خوف اتجننت وخلت الافكار كلها تجيلها علشان تقدر تطلع خطة تغير بيها ده. وفجأة دش من الأفكار نزلت على عقل رايلي في نفس الوقت اللي الفرح وأصحابها طاروا في البالونات. الوضع بقى سيء أكتر لما المطر اتحول لإعصار كبير من الأفكار، والمشاعر الأساسية اتشفطت جوه. الفرح شافت إن الأفكار وحشة جدا وحاولت تدمرها، لكن مفيش طريقة علشان يوقفوا كل الأفكار، واضطروا يهربوا من الإعصار. وبعدين فكرة كبيرة بلون الخوف اتكونت، لكن الفرح مسكتها علشان تمنعها إنها توصل لعقل رايلي. لكن لو سابتها كلهم هيتشفطوا في عين الإعصار. الفرح ملهاش اختيار إنها تسيب الفكرة الكبيرة تروح لغرفة التحكم، وهي وأصحابها يقعوا على الأرض. في اللحظة الأخيرة غضب قال إن معاه باراشوت في هدومه، ونجح إنه ينقذهم كلهم. وبعدين الفكرة الكبيرة راحت لخوف اللي حطتها على لوحة التحكم، والنتيجة إن الصبح رايلي صحيت وهي مصممة إنها تاخد مكان في الفريق بأي طريقة. أخدت منشط وصبغت شعرها بالأحمر علشان تبقى شبه فالنتينا، وحاولت إنها تثير إعجاب البنات في الفريق في نفس الوقت اللي بري وجريس بيطنشوها. في الوقت ده مشاعر الفرح والمشاعر التانية بيحاولوا يوصلوا لفهم أعمق لعقل البنت، وبيحاولوا يرجعوا لها ثقتها بنفسها. لكن للأسف الإحساس ده بيضيع بالتدريج، لأن القلق بيخلق إحساس جديد بالذات، واللي هو إن رايلي مش شايفة نفسها كويسة كفاية، يعني مش واثقة في نفسها، واللي مش هو النتيجة اللي كان القلق بيخطط ليها أصلا من البداية. فبيحاول يظبط اللوحة علشان يعالج الموقف. فجأة الحزن اللي كان محبوس لوحده بيطلب مساعدة من الإحراج، واللي بيحس إن القلق عمل غلطة كبيرة فبيشتت انتباهه. وفي نفس الوقت الحزن بيتحرك ناحية اللوحة وبيشغل الشفاط علشان يمتص الإحساس بالذات واللي الفرح كانت رجعته. لكن القلق بيحس باللي بيحصل وبيدمر الشفاط تماما، وباختفاء أي فرصة للفرح إنها ترجع ثقتها بنفسها فبتفقد الأمل، وبتدرك إنها ما بقتش العاطفة الأساسية لرايلي فبتستسلم. بعد كده بوقت قصير مباراة الهوك الكبيرة بتبدأ، والقلق عايز رايلي يكسب 3 جولات في المباراة علشان تكسر رقم فالنتينا القياسي، وبكده بالتأكيد هتنضم للفريق الاحترافي. أخيرا المسابقة بدأت، ورايلي مسكت الباك على طول، لكن بدل ما تعدي لزميلتها اللي كانت فاضية قررت تتحرك لوحدها وتجيب الجون الأول. وجوه عقل البنت الفرح لسه زعلانة، لكن أصحابها ساعدوها تفهم إن حتى لو مش هتبقى مهمة زي الأول لازم يحافظوا على جوهر شخصية رايلي سليمة. بعد كده مشاعر الغضب جت بفكرة إنهم يستدعوا شنطة الكلب بلاف السحرية، ولحسن الحظ إنها ظهرت بسرعة وكلهم طلبوا منها حاجات جواها علشان تساعدهم يوصلوا لغرفة التحكم. لكن كل اللي كان موجود جوه الشنطة ديناميت. لكن الفرح جالها فكرة تانية، إنهم يدمروا القاعدة اللي بتحتفظ بالذكريات في مؤخرة العقل ويرجعوا الذكريات لمكانها تاني من غير ما يضيعوا وقت. العواطف الأساسية فجروا الديناميت ودمروا القاعدة الحجرية واتشالوا مع الذكريات الوحشة بعيد عن العالم العقلي بتاع رايلي. وفي نفس الوقت البنت بقت مهووسة أكتر بالفوز بسبب قلقها،
وبدل ما ترضى باللي حققته حاولت تجيب جون تاني علشان تكسر الرقم القياسي، لكنها معرفتش، وده خلاها تتحرك ناحية جون الفريق المنافس من غير ما تحس ان صاحبتها جريس في طريقها. الاتنين خبطوا في بعض بقسوة، وجريس اتأذت بسبب المخالفة دي، ورايلي اتعاقبت بالطرد لمدة دقيقتين. وقدام الفشل ده القلق فقدت السيطرة على الموقف، وفي نفس الوقت الفرح اتشالت مع الذكريات الوحشة بعيدة عن العقل عن طريق فوهة البركان الساخر، ووقعت في قاع البحر اللي جوه البركان. هي واصحابها قدروا يغطسوا والميه ودتهم لنظام الاقتناع. حاولوا بسرعه يطلعوا لغرفه التحكم في نفس الوقت اللي بدأ فيه القلق يلعب في الازرار من غير توقف. عاطفه الغضب بقت خارجه عن السيطره وسببت اعصار في نص لوحه التحكم، واللي خوف العواطف التانيه. الاحراج فهم انهم لازم يوقفوا ده، وبمساعده الباقيين حاولت تشيل الاحساس بالذات اللي خلقته القلق، لكنهم ما قدروش يشيلوا الاحساس بالذات واللوحه شغاله. في الوقت ده رايلي بدات تحس بعصبيه اكتر وخوف، وقلبها بيدق وبتتنفس بسرعه جدا. وفجاه الفرح والعواطف الاساسيه وصلوا لاوضه التحكم، ساعدوا الباقيين في ازاله الاحساس بالذات، وراحت الفرح عند القلق وطلبت منه يبعد. والقلق اعتذر عن فشله في مهمته وساب مركز القياده، والفرح طلعته بره الاعصار. وبفضل ده كلهم قدروا يشيلوا الاحساس بالذات ويرجعوا اللوحه الاصليه بتاعه رايلي، لكن ده ما كانش كفايه علشان رايلي تحس انها احسن. وهنا القلق اعتذر عن اللي عمله، وكل العواطف أدركت إن مفيش حاجة هتقدر تغير شخصية رايلي الحقيقية. الفرح أدركت إنها من الأول كانت بتعمل زي القلق بالظبط، بتحاول تغير رايلي عن طريق عزل الذكريات الحلوة وحبس الذكريات الوحشة جوه عقلها في مكان بعيد. الحمد لله كل الذكريات دي دخلت نظام الاعتقادات بتاع رايلي، وبدأت تعمل خيوط جديدة بتشكل إحساس جديد بالذات. علشان تكمل العملية دي الفرح محتاجة تشيل الإحساس بالذات القديم، وده هيخلي عند رايلي إحساس جديد بالذات مبني على كل العواطف اللي حستها، الحلو منها والوحش. وفي الآخر كل العواطف فهمت إن رايلي بكل عيوبها ومميزاتها محتاجة مساعدة، وكل عواطفها شغالة مع بعض علشان مصلحتها. فعلا رايلي بدأت تتغير شوية، وري وجريس حسوا إن رايلي تعبانة. ساعتها رايلي بتعتذر لهم عن المعاملة اللي عملتها ليهم، وبيرجعوا تاني أصحاب. بعد كده بيخلوها ترجع تلعب معاهم، وبتقبل رايلي علشان تبقى شخص أحسن. بعد كده بتتنادى مشاعر الفرح علشان تتحكم في لوحة التحكم، وده معناه إنها أهم إحساس في اللحظة دي علشان تأمر عقل رايلي. بتبقى مشاعر الفرح مبسوطة بكده، وبتروح للوحة التحكم وتساعد البنت تلعب، مش علشان تكسب بس، لكن علشان هي مبسوطة إنها بتقضي اللحظة دي مع الناس اللي بتحبهم جدا. تاني يوم رايلي وفالنتينا وزمايلهم في الفصل بيستنوا قرار المدرب بخصوص مستقبل البنت. وعلى الرغم من ان ده بيخلي مشاعر اي حد تعلى، لكن في حالة رايلي مشاعرها اتعلمت تشتغل مع بعض كفريق، لان اهم حاجة هي الاهتمام بالبنت نفسها وجوهر شخصيتها. واخيرا بعد رسالة حب من بري وجريس على الموبايل وانتظار كتير جدا، رايلي وصل لها رد المدرب على موبايلها، واللي خلاها مبتسمة. بعدين مشاعر الفرح راحت لمكان الاسرار علشان تكتشف الغموض اللي ورا السر الغامض اللي مخبيه، واعترف ان رايلي حرقت سجادة الصلاة وعملت فيها حفرة كبيرة. الفرح ارتاحت للمعلومة دي لانها كانت فاكرة ان السر الكبير عبارة عن موقف محرج حصل في يوم في حمام السباحة، وده خلى السر الغامض يتكسف اكتر، وقرر انه يرجع يستخبى مرة تانية في الخزنة علشان ما يقولش اي اسرار تانية. والفيلم بيخلص ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.